السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه رجالة تالتة ثانوي؟ يا رب تكونوا بخير. أولا ده كتاب إيه؟ المعاصر. تمام؟ سنة كام؟ شايف دي؟ مش شايفها صح؟ طب أهو هات كده 2024. عشان الناس اللي بتقول أنا بنزل فيديوهات قديمة، يا جماعة والله ما هي قديمة. الفيديوهات دي يا جماعة شرح السنة دي، ولكن الحل كان من الكتاب 2023 لأن ما كانش متوفر معايا 2024 بي دي إف. واللي موجود على النت يا جماعه الكواليتي بتاعته واقعه خالص، مش هتعرف تشوف منها حاجه. فاضطريت اشتغل بحاجه قديمه امشي حالي وحالك يعني، بحيث ان احنا شرحنا نحل من اي مرجع مش هتفرق. وعايز اقول للراجل اللي شتمني في التعليقات وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل، وان انت ازاي بتشتغل من 2023 وازاي وعدتنا ب 2024 ومنك لله وروح يا شيخ وتعالى يا شيخ، شفت كميه دعوات عليا انا مش عارف ليه. عايز اقول للراجل ده كلمه واحده بس: بالعند فيك انا مكمل ان شاء الله باذن الله ولحد اخر السنه، وبامر الله لن اخلف وعدي، وما حييت انا مكمل لحد الاخر. يلا على بركه الله. الماضي التام اللي هو the past perfect، شكل جملته فاعل الجمله had بلس التصريف الثالث، او مفعول الجمله had been بلس التصريف الثالث. بستخدمه ليه؟ ركز معايا. لوصف حدث تم قبل آخر في الماضي. الله، يعني معناها ان الماضي كده فيه حدثين حصلوا. حلو قوي. الاقدم منهم الاول منهم هو اللي انا بخليه ماضي تام. الصيغه دي لو كانت الجمله مبدوءه بفاعل، ودي لو كانت الجمله عندي مبدوءه بمفعول. طيب من غير بقى الكلمات داله ولا حاجه، هو الراجل ده ينفع يجي في جمله لوحده؟ يعني من غير ما يكون مقترن بالحدث الثاني اللي هو هيبان انه اقدم منه؟ ينفع مع كلمه داله واحده اللي هي باي، معناها بحلول او قبل مجيء. لو جبت بعدها ظرف دل على الماضي اعرف ان انت هتستخدم هنا هاد والتصريف الثالث وش. دي الحاله الوحيده اللي الماضي التام يجيني لوحده فقط لا غير. اما غير كده فالماضي التام والماضي البسيط الاثنين لازقين لبعض دايما عشان يبان الماضي التام ان هو الاقدم والبسيط الاحدث. فلما يجي يقول لي شي married the man she space to، راح جايب قوسين كده قال لي شي engaged يعني يخطب، ها engaged. طب had engaged، طب had been engaged. لما تيجي تبص للجمله دي تلاقي ان في حدثين في الجمله، اولاني موجود فوق اللي هو الجواز، والتاني الخطوبه اللي هو في الاختيارات. بس انا في عندي حاجه، مين الاقدم في الاثنين؟ الخطوبه يا استاذ، يبقى الغي ده. والماضي التام هو موجود يدل على ان هو اللي حصل قبل الجواز. طب في حاجه تانية، اللي هي هنا شي هنا فاعل ولا مفعول؟ ده البنت يا استاذ هي اللي بتروح تتخطب، لا مش هي اللي بتخطب يعني. يبقى كده هي المفعول، يبقى انا هاد بين انجيجد. مفهوم اللعبه دي يا جماعه؟ يبقى بغض النظر في رابط او ما فيش رابط، جملتين حسيت ان في واحد في الاختياري قبل الثاني، خلي القديم ماضي تام وخلي الاحدث عندي ماضي ايه؟ ماضي بسيط. لان برضو لن يخلو الامر من وجود روابط. فتعالوا نشوف اشهر الروابط المستخدمه مع الزمانين ايه هم. after، when، as soon as، before، by the time. بص يا سيدي، كلنا عارفين ان اول 3 روابط دول بيجي بعدهم الحدث الاولاني او الاقدم اللي هو الماضي التام، ثم بعد كده الحدث الثاني او الاحدث اللي هو الماضي البسيط. هنا بقى العكس. يعني ايه العكس؟ يعني هنا الحدث الثاني الاول اللي هو الماضي البسيط، وهنا الحدث الاولاني اللي هو الماضي التام. اذا بيفور وباي ذا تايم عكس افتر ووين واز سون از. السؤال اللي بيجي في دماغ طلبه كتير جدا، ماذا لو الروابط دي جت في نص الكلام؟ سيدي الفاضل، الروابط دي جت في النص، اللي بعدها ثبت ما بيتغيرش، الثاني هو اللي بيتشال وبيبقى الاولاني. يعني ايه؟ يعني افتر في نص جملتين بعدها تام بس اللي قبلها بسيط. بيفور في نص جملتين بعدها بسيط بس اللي قبلها مين؟ بس اللي قبلها تام. طبعا ده ما يخليناش ننسى ابدا تل يا جماعه بقى، تل وانتل. طبعا الرابطين دول ما بيجوش في الاول، بيجوا في نص جملتين وواحد فيهم بس اللي بيجي.
طيب شرط استخدامهم ان يكون قبلهم ماضي بسيط منفي، خلاص، وبعدهم ماضي تام. بس انا هقف هنا شويه في حاجه. الرابط اللي احنا خدناه ده يا جماعه، رغم ان انا قلت هنا تام وبسيط وهنا بسيط وهنا تام، الروابط دي كلها لو جاني بعدها هنا مضارع، والمضارع بيجي بعد الخمسه، خلي بالك، زود عليهم بقى كلمه ذا مومنت، ماشي، كلمه وانس، كلمه ذا داي، كلمه ذا ويك، كل دي روابط على فكره ممكن ابدا بها جملتي. لو جاني بعدهم مضارع بسيط او مضارع تام، فهيجي بعدهم مستقبل باي شكل بقى، بويل او باز جوينج تو او مستقبل تام، براحتك. يبقى الفكره عندي ان كلهم كده الروابط الزمنيه مضارع بسيط او تام كلهم واحد، مفيش فرق. لكن لو هيجي ازمنه ماضي لا، فاختلف الثلاثه الاولانيين عن الاثنين التانيين بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تلو انتل نرجع لهم تاني، مش انا بقول ماضي بسيط منفي ماضي تام. طب ايه رايك ان ممكن يجي لنا مستقبل سواء كان منفي او مثبت اللي هو بويل او بوونت او بيز جوينج تو، هيجي لنا بريزنت سمبل او بريزنت بيرفكت، يعني مضارع تام او مضارع بسيط. في عندي حته مهمه قوي في قصه الماضي البسيط دي. كلنا عارفين ان الماضي البسيط هو فاعل الجمله didn't بلس المصدر، تمام؟ طيب او فاعل الجمله never والتصريف الثاني، تمام؟ او فاعل الجمله refused to بلس المصدر، تمام برضو. لكن مفعول الجمله ايه ده؟ هو ممكن جمله الماضي البسيط تبدا بمفعول مع الرابط؟ طبعا، ليه لا؟ في الحاله دي بقى هنستخدم wasn't او weren't بلس التصريف الثالث. كل ده يا جماعه في وجود مين؟ في وجود مين؟ الباست بيرفكت، الماضي التام. طيب تتخيل انت بقى الرابط اللي احنا خدناها دي ممكن تبقى حروف جر. يعني ايه حرف جر؟ يعني حرف جر ده معروف ان بيجي بعديه يا اما فيرب في المصدر يا فيرب في الجيرند. انا بقى هتكلم عن افتر لو الفعل اللي بعدها مش موجود، هيجيني بعدها فعل مضاف ل ing. زيها بقى عندي كلمه هافينج، هي في معناها بس اصلا كده كده هافينج ما بيجيش بعدها فاعل، فيجيني بعدها الباست بارتيسيبل. كمان عندي كلمه وين او الرابط وين واللي بيساوي اون، في حاله عدم وجود فاعل يجيني الفيرب في الجيرند او الفعل مضاف ل ing. زيه بقى عندي كلمه بيفور، برضو ما فيش فاعل يجيني فيرب بلس ing. لكن في عندي ملحوظه مهمه قوي، تعرف ان انا ممكن يجيني بعد افتر دي طالما ما فيش بعدها ضمير يجيني بينج والتصريف الثالث، ودي زي ما جه في امتحان التجريبي خلي بالك، ودي هافينج يجي بعدها بي زائد التصريف الثالث، وهنا يجيني بينج بلس التصريف الثالث، وهنا برضو يجيني بينج بلس التصريف الثالث. مستر الكلام ده صيغ مبني للمجهول، برافو عليك. طب اعرف ازاي ان الجمله عندي في الاختيارات لما ما الاقيش ضمير بعد الروابط دي، اعرف ازاي انه عايز دي او عايز دي؟ الكلام ده يا جماعه بقى مرتبط بالجمله الثانيه. يعني لو الجمله الثانيه اولها فاعل يعني معناها ان انا هستخدم جيراند بعدهم. اما لو الجمله الثانيه اولها مفعول فانا هستخدم بين او بينج زائد التصريف الثالث بعدهم، بعد الرابط دي. يعني زي المثال ده كده، يقول لي having space، بص بقى، the thief او ran away يعني الحرامي هرب، وراح جاي حاطط لي كده arrested تصريف ثالث اهو مع being arrested، طبعا arrested معناه يلقي القبض على، مع being arrested. ركز معايا بالله عليك، هتلاقي ان انا عندي الاختيار ده ينفع. يمكن ده بعيد شويه لان ده ما بيجيش بعد هافينج، في الاساس بيجي مع افتر واخواتها، خلاص، والاحتمال ده موجود. اعرف ازاي بقى؟ بعدما arrested ولا being arrested؟ هنا بعدما القى القبض، بعدما القي القبض عليه. طب انا بتكلم في الحرامي اصلا، طب الحرامي في الفيرب arrest ده هو المفعول يا جماعه مش الفاعل، فبقول being arrested. فهمنا بقى ان بدايه الجمله الثانيه هو اللي بيحدد لي ماشي ان انا هستخدم هنا جيرند او بينج او بين والتصريف الثالث في حاله عدم وجود فاعل يا جماعه. طبعا هافينج اوريدي ما بيجيش بعدها كده كده فاعل، لكن دول بيجي بعدهم فاعل. لو جه بعدهم فاعل خلاص ماشي، كل واحد فيهم على حسب الزمن بتاعه الاصلي. يعني هي دي افتر بعدها فاعل ماضي تام، وين فاعل ماضي بسيط او ماضي تام، بيفور في فاعل ماضي بسيط، لكن ما فيش الفاعل. العب بقى على الاثنين دول وفقا للمعلومه دي. في
مجموعة روابط مهمة جدا اللي هي منهم because وas. الاثنين دول معروفين طبعا معناهم، لأن معروفين إن بيجي قبلهم نتيجة وبعدهم سبب. مظبوط؟ اللي أنا عايز أقوله بقى إن مش هنلاقي أحسن من الرابط ده نطبق عليه قاعدة الماضي التام والماضي البسيط. ده ليه؟ لأن السبب بيجي قبل النتيجة فقررنا نخليه تام، أما النتيجة بتيجي رقم 2 أو الأحدث فقررنا نخليها بسيط. وده نفس فكر علاقة الماضي التام بالماضي البسيط، إنه دايما بيكون الأقدم، ولأن السبب الأقدم فخليناه كده. في روابط جديدة بمعنى لم يكد حتى. كلمتين بالعربي مرتبطتين ببعض زي ما المعنى الانجليش بتاعهم برضو مرتبط ببعضه. لم يكد حتى يعني معناها يا دوب هبدأ في عمل شيء حدث شيء تاني. لم يكد يا جماعة عندي no sooner و hardly و scarcely و it wasn't until و it was only when. حتى بقى بتاعت كل واحد مع no sooner عندي كلمة than، وخلي بالنا من اللعبة دي. وهنا هيبقى when و scarcely when، وهنا هيبقى that وهنا هيبقى that. بص يا جماعة، النقطة الأولى إن no sooner ما ينفعش تيجي مع أي واحدة منهم غير than. نفس الكلام مع hardly ما ينفعش غير when، نفس الكلام مع it wasn't until ما ينفعش غير that. الفراغين اللي موجودين عندك ده بيخلي هنا هستخدم الأولاني أو الحدث الأقدم، وهنا هستخدم الثاني أو الحدث الأحدث. فاللي هو هتلاقي عندك، بص ركز معايا ركز معايا، ليه شرط بسيط في أول 3 روابط إن أنا الماضي التام اللي هيجي هنا يجينا على صيغة سؤال. هو مش هيبقى سؤال أسأل بيه، بس ترتيب الجملة هيبقى سؤال. يعني هبدأ بهاد وبعدين الفاعل ثم التصريف الكام الثالث. طب هنا الاثنين التانيين اللي هو it wasn't until و it was only when هيجيني الماضي التام على انه خبر. يعني هبدأ بالفعل الاول وبعدين هاد وبعدين التصريف الثالث. كلام جميل. هنا بقى كل الروابط دي يا جماعه هيجيني بعدها ماضي بسيط دون اختلاف. فلما يجي يقول لك no sooner had he written homework، لم يكد يكتب واجبه، than he slept، أسرع طريقة للنوم ذاكر واكتب الواجب. ركز بقى معايا بقى، الله يصلح حالنا وحالك. شايف انت بقى no sooner و than، هتلاقي عندي no sooner جت مع than لم يكد يكتب حتى ينام. الجملة بقى ترتيبها ادي الفعل المساعد، ادي الفعل، ادي التصريف الثالث. ماذا لو شلت كلمة no sooner وحطيت hardly؟ ايه اللي هيحصل؟ صح، هتشيل كلمة ذان وتحط وين. برافو. طب ماذا لو شلت no sooner وحطيت it wasn't until؟ هتحط ذات. برافو. بس يا مستر دي هتغيرها لأن it wasn't until بيجي بعدها الماضي التام على إنه خبر. يعني هروح جاي عاكس جايب دي أهو ودي هنا كده. ماشي يا رجالة؟ اللعبة دي بقى أو الروابط دي ال3 بس الأوائل هم اللي ينفع ما أبدأش بيهم الجملة وأجيب قبلهم فاعل أو هاد واحط no sooner والتصريف الثالث hardly والتصريف الثالث scarcely والتصريف الثالث. اللي انا عايز اقوله بقى واللي هو المهم كويس قوي، طبعا انا ذان عندي اساسيه اهو، وهنا وين تمام، وهنا برضو وين، وهنا برضو ماضي بسيط. والله يا جماعه ما هنغير حاجه. فلما امسك الجمله دي اطبقها على ده واحده واحده كده وانت بتتفرج عليا، طبق دي هنا، فهتلاقي نفسك بتبدأ بالفعل اللي هو هي، وبعدين تحط هاد اهي no sooner وبعدين written وبعدين then وكمل جملتك بعد then، مفيش أي فرق. طيب ماذا عن حاجة اسمها أفعال الإدراك؟ أفعال يا جماعة بقى الإدراك. أفعال الإدراك دي يا جماعة اللي هي think وأخواتها بقى think و believe و expect و find out و discover و remember و forget و understand. الأفعال دي كلها لما تجيلي في النص يا جماعة ما بين حدثين يكون الأولاني ماضي بسيط، اعرف إن التاني هيبقى ماضي تام وش من غير تفكير. اللي هو أنا لما أجي أقول when I left home، لما سبت بيتي، I realized، طبعا realized عندي من أفعال الإدراك، that I had، بص بقى that I had put
my mobile on the desk. طب بالله عليك، حطتني الموبايل بتاعي على الديسك كان امتى من خروجي من البيت؟ كان الاول قبل ما تخرج، صح؟ عشان كده خليته ماضي تام. طيب واخيرا بقى الباست بيرفكت كونتينوس، الماضي التام المستمر. فاعل الجمله هاد بين بلس الجيرند او الفعل المضاف ل ing. بستخدمه امتى؟ الراجل قال لي لوصف حدث تم قبل اخر في الماضي. طب ما زيه زي الماضي التام. بص بقى الحته دي، واستمر لفتره قبل حدوث الحدث الاخر. ايه ده؟ اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو من الاخر، بص في القاعده اللي هقولها لك دي، ان الماضي التام المستمر جملته لازم يكون فيها for او since او all، وبعد كده واحد من الثلاث روابط دول when او before او by the time. شوف التركيبه دي احفظها كويس قوي. وبعد كده بحط ماضي بسيط. انت بتقول حدث تم في الماضي قبل حدث اخر واستمر الفتره. انا بقى قصه استمر دي بستخدم لها الكام كلمه دول لوصف وقت الاستمرار قبل ما ده يحصل. يعني انا ممكن اقول I had been studying، ظللت اذاكر، استمريت في المذاكره يا جماعه for 2 hours لمده ساعتين. بص كده before I slept، قبل ما ايه؟ قبل ما انام. يبقى الماضي التام المستمر اهو، تم في الماضي قبل حدث اخر واستمر لفتره زمنيه محدده يا جماعه. طبعا مش هفكرك برضو من حذاري، خلي بالك من حذاري. ايه بقى يا استاذ؟ لا يستخدم مع الافعال اللحظيه اللي هي الافعال اللي ما بتاخدش وقت، دي شرحناها طبعا في المضارع التام المستمر. ولا يستخدم مع افعال الحاله اللي هي افعال الشعور، افعال الادراك، افعال الملكيه، افعال القياس، افعال الحواس اللي يا جماعه قلناها برضو في المضارع التام المستمر. ولا يستخدم، بص بقى، عند ذكر عدد مرات حدوث الفعل. يعني ما ينفعش اقول انا I had been studying مثلا، او I had been eating 3 sandwiches. ليه؟ لان انا مش هضرب ال3 سندوتشات مع بعض في بق واحد. ما ينفعش اقول I had been drinking 3 cups of tea. ليه؟ لان مش هشرب ال3 مع بعض في وقت واحد. هبدا بواحد وانتهي واخش في الثاني وهكذا. وجي وقت الحل بقى يا رجاله ان شاء الله من كتاب المعاصر 2024 2024 على زمن الماضي التام والماضي التام المستمر. ده بعد ما حضرتك ما سمعت فيديو الشرح اللي ان شاء الله باذن الله فيه كل المعلومات اللي انت عايزها. يلا كده بسم الله الرحمن الرحيم. الجمله الاولى بتقول ايه بقى يا محترم؟ بتقول ايه؟ الجمله الاولى بتقول لي he spaced his homework before I arrived home. وعايز اقول لك هو بالفعل عمل الواجب بتاعه قبل ما اوصل البيت. طب انا عايزك تلمح كلمه بيفور، لا مؤاخذه القلم اهو. بيفور بعدها ماضي بسيط، تمام؟ اللي قبلها مين بقى؟ ايوه يا عم ماضي تام والله اهو، هاد اوريدي دان، على اساس انه عمل قبل ما اوصل البيت. الجمله الثانيه space I had heard the good news I immediately congratulated my friend. عايز اقول لك مين في الروابط دول يا جماعه اللي بيجي بعده ماضي تام اهوت، ثم بعد كده past simple ماضي بسيط. مين في دول كلمه وانس. يعني ايه وانس؟ بمجرد ان. يا مستر مش دي معناها مره واحده يا عم، ده كلمه داله على المضارع البسيط. واحد تاني يقول لك طب معناها يا سيدي ذات مره، يا سيدي كلمه داله على زمن الماضي البسيط. اما هنا وانس كرابط زيها زي كلمه as soon as معناها بمجرد ان. الجمله الثالثه the team spaced training together for months before they were given the chance to compete. بقول لي ان الفريق كان بيتدرب مع بعضه لمده شهور قبل ما يعطوا الفرصه للمنافسه. طب انا عندي كلمه بيفور ماضي بسيط بس مبني المجهول، خلي بالك were given ها. اللي قبله بقى ايه؟ هيبقى ماضي تام يا ماضي تام مستمر. طب انا في عندي كده اوريدي في فعل مضاف ل ing، يعني ماضي تام مستمر، يعني هقول هابين علشان خاطر ده التدريب كان قبل التنافس. الجمله الرابعه I lent حاتم the book which I space enjoyed reading it's really interesting. مثلا لفت حاتم الكتاب اللي انا استمتعت بقراءته.
يعني معناه ان انا قرات الاول واستمتعت وبعدين سلفته الحاتم، يعني استمتاعي كان الاقدم. كده كده في تصريف ثالث يا جماعه، فهقول هاد. وادي يقول لك ثانيه بس يا مستر، هو انت لما قلتش ليه هادد؟ مش دي برضو ماضي تام؟ هقول لك انه في اخر الجمله قال لي اتس ريلي انترستنج، يعني معناها انه شيق، يعني معناها انه اثبت انه استمتع، مش نفى انه ما استمتعش. 5 the train space before we arrived at station. القطر وصل او غادر قبل ان نصل المحطه. يا سيدي before، يا سيدي past simple، يبقى يا سيدي عندها هيبقى past perfect اللي هو زمن الماضي التام او الهاد ليفت. 6 مستر علي space at the shop for 10 years before he got a job at the bank. بقول لي ان مستر علي كان شغال في محل لمده 10 سنين، واخد لي بالك انت بقى من مده 10 سنين؟ طب بالك ان انا من قبل ما اكمل، رغم ان في بيفور وبعدها ماضي بسيط، بس دي معناها انه محدد لي الوقت اللي استمر فيه في الايه؟ في الشغل، فبقول have been working. رقم 7 she spaced the city before her school trip. نظرت المدينه قبل الرحله المدرسيه بتاعتها. طيب في بيفور كالعاده، فانا هروح جاي قايل ماضي تام اللي هو had already visited. 8 I had space for 3 hours before I went to bed. عايز اقول لك انا كنت بذاكر بقالي 3 ساعات قبل ما اروح انام، يعني معناها ان المذاكره انتهت وبعدين نام، بس حدد لي الوقت بتاع استمرار المذاكره، فده خليني اروح على had been studying. Space they got home she had already left. عايز اقول لك ايه وصلوا البيت هي كانت مشيت. طب انا عايز اقول لك ان دي ماضي بسيط وده ماضي تام، من الرابط اللي بيجي بعده ماضي بسيط ثم ماضي تام. برافو عليك. by the time اللي هي بتساوي عندي كلمة before. 10 she went to bed early because she spaced for a long time. هي راحت تنام بدري لأنها كانت بتلعب لمدة طويلة. طب بالله عليك went يعني زمن ماضي بسيط، وده النتيجة اللي هو النوم. سبب بقى النوم اللي كان أقدم من النوم إنها كانت بتلعب، صح؟ فراح جاي قايل had played. by 2012 الكلمة الوحيدة الدالة على زمن الماضي التام بشكل مباشر كلمة بيفور أو كلمة باي لما يجي بعدهم ظرف دالة على الماضي أو سنة ماضية، يعني هنا هيبقى ماضي تام أو تام مستمر. طب نكمل الجملة نشوف المثال عندي ماشي إزاي. بقول لك I spaced 3 novels. It was great achievement for me. عايز أقول لك قبل أو بحلول سنة 2012 كنت أنا كتبت 3 روايات وده كان إنجاز عظيم. 3 روايات أكتبهم إزاي؟ مع بعض في نفس الوقت استمر فيهم، ولا اكتب واحده واخلص اخش في الثانيه واخلص في انقطاع؟ يعني حلو، يبقى انا ما ينفعش ماضي تام مستمر، فهقول ماضي تام. يعني ال3 روايات دول يا مستر ما ينفعوش استمرار، ده 3 يعني معناها قاعد فتره طويله. يا سيدي يقعد فتره طويله بس الحدث ما استمرش مع بعضه في نفس الوقت، ده المقصود بزمن الماضي التام المستمر. 12 we arrived half an hour late. the film space half an hour earlier. عايز اقول لك احنا وصلنا نص ساعه متاخر والفيلم كان بدا نص ساعه بدري. طب احنا وصلنا متاخر يبقى الفيلم كان بادئ قبلها، صح كده؟ فهقول had begun. After the house space painted we furnished it. بعد ما دهنا البيت لمعناه ورنشناه زيناه. المهم ان افتر عندي طالما في هنا ماضي بسيط يبقى في هنا ماضي تام، فبقول have been. طب ليه ما قلتش have بس؟ لان البيت عندي هنا مفعول، يعني هتبقى مبني للمجهول ماضي تام، يبقى المنزل دهنا. خلاص. 14 she spaced a teacher before she became a journalist. طب انا عندي before ماضي بسيط يبقى ماضي تام. شكرا يا سيدي، ما تفكرش كتير بقى. معتز spaced for only 3 weeks so he failed his driving test. عايز اقول لك ان اتدرب بس 3 اسابيع عشان كده سقط في امتحان القياده. طيب اتدرب بقى هقولها ازاي؟ هتبقى had trained. ليه يا استاذ؟ لانه اتدرب الاول وبعدين لما راح يختبر سقط، يبقى التدريب كان اقدم من الاختبار، يبقى هخليه ماضي تام. This book spaced by a famous writer. الكتاب ده كتب عن طريق كاتب مشهور. الجمله دي بقى هنقف عندها شويه. ليه؟ لان انا عندي ادي مبني المجهول عشان ده كتاب مفعول، ادي عندي مبني المجهول. طيب القصه بقى ان انا هختار ده مش هختار ده. طب اشمعنى؟ مفيش عندي جمله ثانيه تخليني اختار الماضي التام، لانه ما بيجيش لوحده، لازم يبقى معاه حدث ثاني. الحدث الثاني ده يبقى هو زمن ماضي بسيط عشان يبان لي ان ده الاقدم او الاولاني. 17 The river was full because it spaced for a week. النهر كان مليان لانه كان ايه؟ لمده اسبوع. لانه عارف لانه يعني السبب، ودي النتيجه السبب الاقدم. يبقى الاقدم طالما النتيجه ماضي يبقى الاقدم من الماضي لما يكون نتيجه ماضي تام او تام مستمر. طب انا لما اقول لك for a week يعني معناه ان الحدث كان مستمر لفتره طويله، فاقول have been raining. 18 5 trees in the park.
5 اشجار في الحديقه سبيس داون. عايز يقول لي قطعوا، لان عندي الاشجار هنا مفعول، ادور على المفعول وير كات. طب ليه يا استاذ ما اخترتش هاد بين كات؟ هو ما فيش هاد بين كات اصلا، بس هو ده اكتر واحد مبني المجهول مناسب للسياق اللي عندي. طب ما ينفعش هاز بين كات يا سيدي، ده بقول لك 5 اشجار يعني جمع، وهاز دي مع المفرد زائد دي مضارع تام. واحد يقول لك طب ايه المشكله؟ ما هو ما فيش كلمه داله على الماضي البسيط عشان تقول لي وير كات اصلا يا استاذ. هو انا بكل بساطه اقول لحضرتك، هو الراجل بيحكي موقف حصل. هو انا لما اقول 5 اشجار اتقطعوا يبقى انا مش بحكي الخبر ده بعد ما حصل؟ هتقول لي خلاص يبقى الماضي بسيط. ما هو الماضي البسيط an action occurred in the past، حدث تم في الماضي، او telling something that occurred in the past، ان انا اقول حاجه حصلت في الماضي، فده موقف وانا بحكيه بعد ما حصل. 19 my last novel space changed several times before I was happy with it. بقول لك ان روايتي الاخيره اتغيرت 7 مرات قبل ما ابقى سعيد بيها. طب قبل ما خلاص بقى before بقى بعدها ماضي بسيط، يبقى قبلها ماضي تام. فانا هقول يا ترى هادي تشينجد ولا هاد بين تشينجد؟ طب انا اقول لك هاد بين تشينجد، غيرت مش تغيرت، لانها هي المفعول اللي وقع عليها التغيير. 20 بيقول لي when it began to rain، لما بدأت تمطر the players space for only 10 minutes. بقول لك لما بدأت تمطر اللعيبه كانوا لعبوا بس 10 دقائق او مستمرين في اللعب بس 10 دقائق، فاقول have been playing. 21 I spaced revising all my lessons by last night. by وظرف ماضي يعني ماضي تام، يبقى هختار had finished. 22 had you been waiting for Hala for a long time before she خد بالك before she. طب خلاص before ماضي بسيط هتفكر. 23 he was overjoyed because he spaced his final exam. هو كان طالب من الفرحة، ده النتيجة. السبب بقى أقدم من النتيجة. طب النتيجة ماضي، السبب أقدم منها، يبقى ماضي تام. بس حطيت لي بقى ماضي تام وماضي تام مستمر. الفكرة كلها في إن الفعل باس معناه يجتاز، ما بياخدش وقت. الاجتاز اللي هو رحت شفت النتيجة، الله برافو مبروك خلصت، مفيش فيها استمرار، فبقول had paused. 24 she was exhausted because she spaced all day. يا اخي بالله عليك، هو انا لما اقول يبقى احط had been working بقى، ده كلمه داله ولفظ مباشر على طول، مش محتاج تفكير. 25 my uncle spaced for the company for 10 years when he got the promotion. عايز اقول لك ان عمي كان شغال في الشركه دي لمده 10 سنين قبل ما يترقى عندما ترقى، يعني معناه ان كان في شغل 10 سنين اقدم. ولما قال لمده 10 سنين يعني معناها ان الحدث كان شغال وطويل، يبقى have been working. 26 the TV program spaced well for 5 years before it was terminated. عايز اقول لك ان البرنامج ده فضل شغال لمده 5 سنين قبل ما ينتهي او ما يعادش يعني يذاع تاني. طيب لمده 10 سنين يعني في استمرار، يبقى هقول had been working. هتقول لي طب مالها had worked؟ هقول لك طب ما محدد لك الوقت اللي استمر فيه الفعل قبل ما ده يحصل. 27 my brother spaced short stories for 3 years before he published them. طب before ماضي بسيط ماضي تام، بس ركز معايا بقى. عايز اقول لك انه فضل يكتب شورت ستوريز اللي هي قصص قصيره يعني لمده 10 سنين، يعني معناه ان الكتابه كانت مستمره، يعني معناه ان انا هروح على ده. The match space when I reached the stadium I missed the exciting stars. وعايز اقول لك ان المباراه كانت بدات قبل ما اوصل للاستاديوم، ففاتني اللحظه او البدايه المثيره او الشيقه، يعني معناه ان البدايه كانت الاول، والبدايه ما بتاخدش وقت. خلي بالك الفعل بيجن ده فعل لحظه يا جماعه، ما ينفعش في استمرار، فاقول had begun. 29 after ما فيش بعدها فاعل، ما تفكرش بقى روح على doing. having اقف شويه بقى مع having، عشان having يجيب بعدها بين والتصريف الثالث يا التصريف الثالث. الفرق بين والتصريف الثالث لو الجمله الثانيه مبدوءه بمفعول بالنسبه للفعل اللي في الاختيارات. طب التصريف الثالث لو الجمله الثانيه مبدوءه بفاعل وفقا للفعل اللي في الاختيارات. فانا بقول لي بعدما، على فكره having اسف بمعنى قبل، خلي بالك، فبقول قبل ان يلقى عليه القبض ولا ان يلقي القبض. اللص راح السجن، طب اللص في القاء القبض هو المفعول، فانا اقول been arrested. 31 he was angry because he spaced his wallet. هو كان زعلان لانه عمل ايه في محفظته، اكيد فقد، بس الفقد ده عندي بياخد وقت، ده المحفظه وقعت في جزء من الثانيه، فعل لحظي، يبقى ما ينفعش اقول ماضي تام مستمر، هقول ماضي تام بس. 32 before the manager arrived the lazy employee. قبل ما المدير يوصل الموظف الكسول ما كانش عمل شغله لمده ساعات.
يبقى معناها انه استمر في عدم القيام بالفعل، فاقول hadn't been doing any work. 33 I space till my brother returns home to make sure he is well. ركز معايا بقى ان كلمه till بتيجي في النص. لو كان بعدها ماضي تام، طب اللي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، يبقى هنا مستقبل. مستقبل بقى يبقى روح على won't leave. انما لما يكون هنا ماضي تام يبقى انا هنا بقول ماضي بسيط منفي. طب هنا مضارع بسيط زي ما انت شايف او مضارع تام، يبقى هنا مستقبل منفي. 34 I spaced that manager for years before I worked with him in that company. عايز اقول لك ان انا اعرف المدير ده بقالي سنين قبل ما اشتغل معاه في الشركه دي. المعرفه بقى فعل من افعال الحاله اللي ما بينفعش في الاستمرار، فاقول had known، لان وقت المعرفه لحظه اهلا وسهلا ازيك عامل ايه خلاص انا عرفتك. 35 after I. طب طالما ان الجمله الثانيه ماضي بسيط يبقى هنا ماضي تام. بس هو القصه كلها في ان الفعل الاسم ده هل يجوز فيه الاستمرار ولا لا يجوز فيه الاستمرار؟ هو عايز يقول لك ان الاستماع يعني الانصات، يعني حاجه انت قاعد متعمد انك بتسمعها، ومحدد لي وقت سماع الموسيقى كمان قد ايه، يبقى معناها ان have been listening. 36 having space my friend's telephone number I contacted them. هنا بقى having خلي بالك انا اتصلت بزمايلي، يعني معناها بعدما وجدت، اذا انا الفاعل في الايجاد يبقى اقول having found، مش هقول having been found. هو مش موجود في الاختيارات او موجوده في الاختيارات، بس انا الفاعل بالنسبه للايجاد مش المفعول، فالوقت ده احط انا التصريف التالت بعد having. 37 نو سونر، وهي في اول الكلام بيجيني بعدها الماضي التام على شكل سؤال. يعني ايه شكل سؤال؟ يعني الحته دي. 38 space his own company، عايز اقول بعدما اسس شركته he took on many workers، يعني وظف كتير من العمال. مين في دول؟ مين في دول؟ هقول founding. هتقول لي ازاي founding يا استاذ؟ مش دي التصريف الثاني من كلمه find found بتحط اي ان جي فتصريف ثاني في ماضي؟ ده فضيحه يا عم الحاج. اقول لك حاجه واحده، صلي على النبي واهدى. على فكره فاوند التصريف الاول من الفعل يؤسس، وانا اخترت اي ان جي عشان دي اسم فاعل، يعني معناها عندما اسس شركته. ماشي يا جماعه كده؟ او شركته، يبقى حد صح بقى براحتك انت. he took on many workers، يعني هو الفاعل هنا، ففاوند هنا بمعنى يؤسس، حطيت اي ان جي ده اسمه فاعل بدلا من when he found عندما اسس. 39 when I was 16، لما كان عندي 16 سنه I space going. خلي بالك بقى، شايف الفعل المضاف ل ان جي ده؟ طب كل الحاجات دي كلها used to، حتى usually ما يجيش بعدها gerund، بس انا عشان استخدم gerund هنا يا جماعه معناها ان used to كان لازم يبقى قبلها got او verb to be او become او grow عشان اجيب بعدها فعل مضاف ل ان جي بالمنظر ده. 40 بيقول لي luckily لحسن الحظ when I spaced the station the train left، حسن الحظ لما وصلت المحطه القطر مشي. طب انا هقول لك ان انا هقول reached، طب انا مش وصلت الاول؟ منطقي، بس هو عايز يقول لك ان لحسن الحظ يعني الاثنين حصلوا في نفس الوقت. اول ما وصلت لقيته كان بيتحرك، هو لحقه خلي بالك، بس عايز يقول لك ان الحدثين تموا مع بعض في نفس الوقت. طب انا ما ينفعش اقول had been reaching ماضي تام يا استاذ مستمر وهي الحدث الاول ومشي حالك وربنا يخليك لينا. هقول لك ان الفعل يصل ما ينفعش في استمرار، اصلا ان لحظه الوصول لحظيه، فتختار عندي ريتشد ماضي بسيط ماضي بسيط على اساس ان الاثنين حدثا سويا في نفس الوقت. 41 he spaced by a mosquito during the night، عايز اقول كان بيتلدغ عن طريق ناموسه اثناء الليل. طيب خلي بال حضرتك بقى ان انا عندي هنا مش هختار غير ماضي بسيط. طب ليه؟ لان الماضي التام لازم يكون في حدث ثاني يبان ان ده الاقدم. 42 space had I saved، had I saved، واخد بالك انت ان ده ماضي تام على شكل سؤال. مين من الروابط اللي كنت ببدا بيه وبيجينا على شكل سؤال؟ هتقول لي ده وهتقول لي الاخيره. اقول لك طب ايه رايك ان في كلمه وين؟ يبقى هتقول لي دي ما تنفعش انه سولر، لان سولر لازم يكون في ذان هنا، فهختار كلمه scarcely when. 43 before you told me about him I space of that novelist، قبل ما تخبرني عنه عايز اقول لك انا لم اسمع عن هذا الروائي. طب هو بيفور خلي بالك هتبقى ماضي تام برضو عادي، يعني هو يعني بص قبل ما تقول لي ده ماضي بسيط، انا اصلا ما كنتش قبل كده قبل كلامك معايا يعني حاجه اقدم انا ما سمعتش عنه، فاقول I hadn't ever heard. I'd rather you space this car it's a bargain، انا افضل لك انك تشتري العربيه دي، ده صفقه يا ابن اللذينه. القصه كلها بقى ان انا هستخدم ماضي بسيط، دي حاجه موجوده في الوحده الاولى في زمن الماضي البسيط. I'd rather فاعل تصريف تاني. طب I'd rather فاعل وفي عندي كلمه داله على الماضي التام يبقى ماضي تام، قصدي كلمه داله على الماضي البسيط معلش يبقى ماضي تام انا هختاره يعني. 45 when she suggested the idea، لما اقترحت الفكره I spaced using a computer it wasn't new to me، بقول لك لما هو اقترح الفكره
انا حاولت ان انا استخدم الكمبيوتر وما كانش جديد عليا. طالما قال لك ما كانش جديد عليا يعني معناها ان انا كنت مجرب قبل كده اصلا الكمبيوتر. 46 when she suggested the idea I spaced using a computer I took her advice. لكن لما هي اقترحت عليا الفكره انا حاولت اجرب الكمبيوتر، انا خدت بنصيحتها. يعني معناها ان انا جربت الكمبيوتر في نفس الوقت اللي هي اقترحت عليا الفكره فيه، الاثنين كانوا مع بعض، يعني ما كانش عندي خلفيه قبل كده علشان اختار حتى ماضي تام. 47 How many sandwiches spaced when you felt you were full؟ كم عدد السندوتشات اللي انت اكلتها لما حسيت انك شبعان؟ هيهيأ عليك ان انا طالما بس عن عدد يبقى الحدث مستمر، بس انا في اكل السندوتشات باكل الكل مع بعضه في وقت واحد ولا واحد ورا الثاني ورا الثاني ورا الثاني؟ يعني في انقطاع ما بين كل سندوتش والتاني، ما بضربش الكل مع بعضه في نفس الوقت. ده خليني اروح على ماضي تام، بس خلي بالك عشان ما تنخدعش، عدد انا مش هضرب الكل مع بعضه في نفس الوقت، وده المقصود بالماضي المستمر، حدث بيتم مره واحده لفتره طويله. 48 before I reached my office، قبل ما اوصل المكتب بتاعي my car spaced down، العربيه بتاعتي كانت اتعطلت. before ماضي بسيط يبقى هنا ماضي تام. طب ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ لا ماضي تام، لان العطله ما بتاخدش وقت، العطله بخ خلصت العربيه وقفت، فعل لحظي. اقوى جمل عندي موجوده في التمارين خلي بالك منها، بيقول لك which of the following is structurally correct، اي من اللي جايين دول يبقى القاعده بتاعتها متركبه صح. where they to play، ده طبعا يا جدعان اف الشرطيه ودي بدائلها عشان تكون فاهم. طب where they to play دي كده بديل اف الحاله الثانيه، يبقى غلط لان انا في جواب الشرط المفروض would والمصدر، ده would have تصريف ثالث. have they played they would have won، اهي دي الصح. طب if they play they would غلط لان هنا مضارع وهنا الحاله الثانيه ما ينفعش. should they play they would have غلط لان should بتيجي بديل الحاله الثانيه وهنا المفروض يبقى would والمصدر مش would have، يبقى دي غلط، يبقى الصح عندي اللي هي الثانيه. which of the following is structurally correct، اي من اللي جاي ده الجرامر بتاعه صح. I want to go home until I had، ما ينفعش until في النص، هنا مستقبل ازاي مع ماضي تام، غلط. I want to go home until I finished برضه ما ينفعش، غلط، until في النص، مستقبل ازاي مع ماضي بسيط. I didn't go home until I have غلط، until في النص، ماضي بسيط بس مع مضارع تام، يبقى اكيد الاخيره اللي صح لان until ماضي بسيط منفي بعدها ماضي تام. 51 اي جمله من دول صح. I met عيسى last week I haven't met him since 2018 غلط، لان انا لما اقول انا قابلت عيسى الاسبوع اللي فات ما كنتش قابلته من 2018، ما كنتش قابلته بقى يعني قبل مقابلتك له في الماضي اقدم منها انك ما شفتوش من 2018، يعني ده ماضي بسيط فاكيد الاقدم عندي ماضي تام، لكن هنا مضارع تام. طب الثانيه اي ميت عيسى ماضي بسيط وماضي تام صح. طب اي ويل ميت عيسى واي هاد انت غلط، ايه اللي جاب المستقبل مع الماضي التام يا محترم؟ اي هاف ميت عيسى لاست ويك برضه نفس الكلام، ايه اللي جاب يا استاذ المضارع التام مع الماضي التام في جمله واحده؟ 52 نو سونر اي هاد غلط، ما تكملش، النو سونر بيجي بعدها الجمله على شكل سؤال وده على شكل خبر. No sooner had I typed the report than I emailed، هذه اللي صح. No sooner في اول الكلام ماضي تام على شكل سؤال، then بتيجي معاها ماضي بسيط. طب الثالثه I had no sooner typed the report when ازاي مع no sooner غلط بيجي معاها then. No sooner I had typed the report when نفس الغلطه، ما ينفعش no sooner معاها when. 53 once I have heard كلام جميل قوي. once بمجرد ما سمعت الاخبار جايب مضارع تام مع ماضي بسيط، مع once غلط. once I heard ماضي بسيط مع ماضي تام خلي بالك بقى غلط لسبب، رغم ان ده صح بس ترتيب الجمله مش صح. مجرد ما سمعت الاخبار اتصلت بعادل، طب انت سمعت الاخبار ولا اتصلت بعادل الاول؟ المفروض سمعت الاول، فالمفروض تبقى ماضي تام ودي اللي ماضي بسيط، هو عكس هنا بقى. once I have been hearing غلط لان السماع عندي ما بياخدش وقت، ما ينفعش اوصفه بالاستمرار. once I heard دي الصح عندي ماضي تام وبعدين ماضي بسيط. اي من الجمل برضو الصح عندي بيقول لي I haven't handed in my answers sheet until، طب انا عندي until في النص بعدها ماضي تام حلو بس ما يجيش قبلها مضارع تام. الجمله الثانيه ادي عندي until في النص ماضي بسيط وماضي تام، اهي دي الصح. طب انا عندي until في النص وقبلها مستقبل وهنا ماضي بسيط غلط، مستقبل هنا يبقى هنا مضارع بسيط او مضارع تام. I didn't طب ادي until في النص في هنا ماضي بسيط منفي زي الفل بس هنا مضارع تام برضه غلط ما ينفعش، يبقى الصح الاولى. الثانيه انا اسف. 55 I had my lunch after taking a shower، كلت الغداء بعد ما خدت حمام، يعني ده كان الاقدم وده بعدين، فالاولى غلط مخليني الغداء الاول والثانيه غلط برضه مخليني الغداء الاول. طب هنا having taken حلو having taken a shower I had my lunch، معناها استحميت الاول او خدت شاور الاول وبعد كده تناولت الغداء.
كام جمله كده يا جماعه من الحاجات اللي هي التراكميه، واخد بالك؟ لما يقول لك ايه بقى؟ لما يقول لك ماي انكل وركس از ا سيرجن ان دوله اوروبيه، المفروض ان الاي عندي دي حرف متحرك فاحط لا، هي بتتنطق يو، واليو عندي صوت ساكن فهقول مستر ناصر از ا فيري كايند مانجر هي فورجيفز نقط ميستيكس اي ميك. هو راجل طيب جدا بيسامح ايا كان الخطا، فبقول وات ايفر. دونت وري ما تقلقش everyone has، خلي بالك everyone has الفعل مفرد بس الضمير جمع فهقول كلمة there. وهنا يا رجاله نبقى خلصنا ان شاء الله الجرامر بتاع الوحده الثانيه. انتظر بقى مني ان شاء الله شرح النوتس على الكلمات. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.